كان لازم احط صورة اسماعيل ياسين ورايا، لان اسماعيل ياسين هو الراعي الرسمي للكوميديا القديمة، وفي الحقيقة فيلم اكس مراتي ما هو الا مجرد فكرة كويسة وكوميديا قديمة وكم واحد جبناهم يمثلوا، والفيلم خلص على كده. فتدخلوا انت بقى ولا لا؟ هحكي لك. مجرم شديد الخطورة تسببت لي بأضرار جسدية ونفسية. فيلم اكس مراتي من تأليف كريم سامي واحمد عبد الوهاب، اللي انا اتكلمت عليهم كتير الفترة اللي فاتت بسبب تأليفهم لمسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمود عبد العزيز. ولكن للأمانة الاتنين دول ما بيعرفوش يألفوا سينما، لأن معظم القصص اللي ألفوها للسينما تقريبا أعمال ما نجحتش تماما. إذا كان فيلم على الماشي بتاع علي ربيع، أو فيلم الخطة العامية برضه بتاع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، أو فيلم الدعوة عامة بتاع محمد عبد الرحمن وأحمد الفيشاوي، كلها أفلام المفروض تصنف أفلام منصات مش افلام سينما. وهنا نروح لفيلم اكس مراتي، الفيلم اللي كان المفروض ينزل على منصة ما ينزلش في السينما. مبدئيا كده قصة فيلم اكس مراتي انت فهمتها من اولها لاخرها من اعلان الفيلم. يعني انا طول ما انا قاعد بتفرج على الفيلم في السينما مفيش حاجة فاجئتني اكتر من اللي انا شفتها في الاعلان، كأني داخل بتفرج على الاعلان من تاني بس طويل شوية. انت متأكد ان دي تبقى طليقتك؟ ويمكن نقطة قوة القصة بالنسبة لي في الفيلم هي الكوميديا بتاعته، ولكن كوميديا الإفيهات كانت حلوة جدا وبتضحك من كل الفنانين اللي شاركوا. إنما كوميديا الموقف كانت متوقعة بشكل كبير قوي، انت عارف ايه اللي هيحصل قبل ما يحصل تقريبا ب10 دقايق، فبالتالي انت بتضحك على توقعك، ما بتضحكش على المشهد اللي انت بتتفرج عليه. خلاص بلغت عنه. بلغت عن مين؟ رجعته السجن تاني. اي قصة فيلم في الدنيا لما بتتكتب لازم لما نختار الابطال اللي هيقدروا يعملوا الكيمياء اللي ظاهرة على الورق ما بين الابطال اللي مكتوبين، بالتحديد كمان الكوميدي، لان الكوميديا هي اكتر انواع الدراما اللي لازم يكون فيه كيمياء باينة قوي ما بين الفنانين وبعض، الا ان التناغم ما بين الابطال وما بين نوع الكوميديا ما كانش راكب. امينة خليل وظهورها في الفيلم في كل مشهد في كوميديا كان فاصل للضحك بالنسبة للجمهور. يعني هنقعد نضحك في مشاهد اذا كانت لمحمد ممدوح او طبعا لهشام ماجد، تدخل أمينة خليل بالدور تفصل كل اللي قاعدين بيضحكوا ويبدأوا يسمعوا أمينة خليل هتقول إيه. انت بجد بتهرب مراتك وابنك من الشباك في نص الليل؟ ولكن برضو ما اقدرش اقول ان أمينة خليل هنا كانت تعتبر مسكاستنج للدور، لانها عامله الدور كويس قوي وكمان ليها كيمياء كبيره مع محمد ممدوح. ولكن الفيلم ده بالتحديد باين ان أمينة خليل بجد مش كوميديانه نهائي، هي ممكن تشارك في عمل لايت كوميدي تضحكك مره او مرتين بطريقه لطيفه شويه، انما انك تعتمد عليها ككاركتر في فيلم كوميدي كامل هتكون هي اللي بتفصل الجمهور عن الضحك اساسا، مش اللي بتزود الافيه. انا عايز اسهر وانبسط. وكمان في نقطة غريبة جدا بالنسبة للأبطال اللي اشتركوا في الفيلم، وهي إنهم مش كتير نهائي، ما كانش فيه حياة كبيرة حوالين الأبطال، ما كانش فيه مجتمع متكامل غير بس إنهم يظهروا بعيد في الخلفية، وهم كانوا 5 أو 6 أشخاص اللي بيظهروا لك بس طول الفيلم، وكأنك مقفول أوضة عليك أنت وهم وقاعدين بتتكلموا مع بعض. يمكن تكون نقطة قوة لصناعة الفيلم وإخراجه، ولكن بالأكيد هي نقطة ضعف لكتابة القصة نفسها، لأن أنت كمان عندك في ال5 6 أشخاص اللي اشتركوا اللي كانوا قادرين يطلعوا كوميديا اكتر من كده بكتير قوي، على رأسهم مصطفى غريب اللي كان طالع يا دوب ضيف شرف مشهدين 3 مش اكتر. ونفس الكلام ممكن اقوله على حمزة العيلي اللي كان قادر يعمل مشهد كوميدي اعلى من كده بكتير، ولكن برضه كتابة القصة وسيناريو الحوار زنقوه في حتة واحدة ما بيخرجش منها، وهي الجمل اللي ليها قافية ووزن. فبالتالي هنا حمزة العيلي برغم موهبته الكبيرة قوي كان ظهوره في الفيلم يا دوبك ضيف شرف. ده غير كمان ان اشترك في الفيلم علي صبحي اللي انا متوقع له مستقبل كبير جدا في جميع انواع الدراما، اذا كان تراجيدي او كوميدي على فكره. فوقهم تعالى يا حمله. هتريحهم يعني ايه؟ ولكن نفس الكلام بالحرف اللي قلته على حمزة العيلي وعلى مصطفى غريب هقوله على علي صبحي، وهقوله كمان على الفنان خالد كمال اللي انا من وجهة نظري انه مظلوم جدا في عالم الفن، لانه موهوب موهبة عالية قوي وحجم دوره ما بيكبرش. حتى في الفيلم ده برضه وجوده في الفيلم مجرد وجود غير مبرر للشرير في الفيلم والسلام. على ان انا عايزك تعطر في العيل الهيتية اللي خزواك واتجوز مراتك. اما لو رحنا لدور محمد اوتاكا فقارنوا محمد اوتاكا ونوع كوميديته اللي قدمها في مسلسل اللعبة بنوع الكوميديا اللي قدمها في فيلم اكس مراتي. اوتاكا يمتلك نوع كوميديا اعلى بكتير من اللي اتقدم، وده برضه بسبب الورق اللي زنقهم كلهم في حتة واحدة.
اخر حاجه بقى هنتكلم عنها هم البطلين الرئيسيين في الفيلم، وهو محمد ممدوح وهشام ماجد. محمد ممدوح هو الموهبه المتكامله في الفيلم، لدرجه ان الماستر سين الوحيد في الفيلم كان لمحمد ممدوح لوحده، حتى ما حدش اشترك معاه فيه كمان. ولما امينه خليل حاولت بسبب اداء محمد ممدوح بين ضعف موهبه امينه خليل، برغم انها موهوبه وكل حاجه، ولكن محمد ممدوح موهبته اعلى بكتير قوي، فتحول الماستر سين الوحيد في الفيلم كله لمحمد ممدوح. لا انا ما قلتش طلقتها، انا قلت انها خلعتني. إيه؟ خلعتني يا عم، خلعتني. 90% من كوميديا الفيلم جايه من شخصيه محمد ممدوح اللي بتفاجئك بنوع الكوميديا بتاعتها، اللي بتفاجئك من شخص بلطجي جدا لشخص قادر يضحكك ويعيط في مشهد. وبنت العفاريت تعمل حركه كده اهو، هوبا وتنطط انت كده زي السوسته. انما بقى لو رحنا لهشام ماجد فهنلاقي ان هي نفس نوع كوميديا هشام ماجد للي بيحبها، كوميديا الافيهات اللي مكتوبه صح قوي لهشام ماجد. فبالتالي هشام ماجد لما بيحاول يضحكك بيضحكك من ورق متفصل عليه، جمل مكتوبه بالحرف لهشام ماجد والنوع كوميديته عشان يخليك انت تضحك منها. انا فجرت المكان يا طه، ليه يا طه؟ ده انا دكتور محترم. يا عم روح بقى. وفي الحقيقه هشام ماجد من افضل ان لم يكن افضل بطل كوميدي موجود في الوقت الحالي، مش بس لانه يمتلك نوع كوميديا وخفه دم مضمونه عند الجمهور، ولكن كمان لذكاء اختياراته للاعمال اللي بيعملها تقريبا بقى له 5 سنين. ولكن لو جيت سالتني بصراحه مين البطل الرئيسي للفيلم ده، هيكون محمد ممدوح، لان هو اللي يمتلك الشخصيه اللي القصه كلها بتدور عليها، وفي نفس الوقت هو اللي بيمتلك مفاجاه الفيلم في نوع الكوميديا الجديده اللي بتتقدم من شخصيته هو. ولكن هل دويتو محمد ممدوح وهشام ماجد شبه دويتو شيكو وهشام؟ اكيد لا، لان السنين اللي انت شفت فيها هشام وشيكو مخلينهم اقرب لبعض من نوع الكوميديا والفهمهم لبعض كمان. ولكن برغم كده الدويتو اللي اتعمل ما بين محمد ممدوح وهشام ماجد بجد عبقري، وانتوا هتحبوه في السينما كمان. اقول لك بقى التقيله عشان خيالك يظبط. قول. كانت بترقص بالشمعدان. بالشمعدان. الفيلم باختصار هو فيلم اقرب للمنصات اكتر من كونه فيلم سينما، ولكني استمتعت بيه قوي برضه في الفيلم. يعني الفيلم ما ضايقنيش ولا قلت يا ريتني ما كنت دخلت وضيعت فيه فلوس. ويمكن اخر حاجه احب اضيفها هو المخرج معتز التوني اللي قلب على السبكي، معرفش ليه بقى لازم يطلع في كل عمل بيخرجه وبنفس المشهد بنفس نوع الكوميديا اللي بيقدمها معتز التوني عادي. كل اللي اتمناه منه ان احنا نلاقي طريقه نفصل بيها الافلام عن بعض في طريقه اخراجها بالتحديد في الكوميديا، لان الاعمال تقريبا بقت شبه بعض. واتمنى منكم انتوا بقى انكم تكونوا عملتوا لايك لحد دلوقتي. المهم لو كنتوا دخلتوا الفيلم ايه رايكم ليه وتقييمكم انتوا الشخصي ليه، ولو كنتوا ما دخلتوهوش هل متحمسين للفيلم من الاعلان بتاعه؟ مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.